السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم أحلى أخوات على قناتي مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بقى يا ست الكل عملتلك عملتلك عيش فينو محشي عالجاهز عشان أو ينفع للمدارس، علشان أول ما تصحى الصبح ما تتعبيش في الحشو ولا تتعبي في أي حاجة خالص. يا دوبك هتعيني في الفريزر، هتطلعي الصبح أول ما تصحي هيفك من غير حتى ميكروويف ومن غير تسخين ومن غير حاجة، يبقى معاكي زي الفل. عملت هنا حشيته برجر، وحشيت جبنة رومي وبسطرمة، وحشيت جبنة اللي هي ايه براميلي وشوكولاتة. طبعا لازم نحلي بعد الحوادق دي، لازم نحلي. عملت اللي هو بديل النوتيلا. تمام. دي حشوة البرجر، شايفين ما شاء الله العيش طالع تحفة وطري، شايفين عامل ازاي، عجينة روعة. جربوها في المعجنات بتاعتكم هتعجبكم ان شاء الله. دي حشوة الجبنة الرومي والبسطرمة، شايفين ما شاء الله الحشو عامل ازاي. واللي جنبيه ده بالجبنة البراميلي الجبنة البراميلي، بس نسيت اقسم السندوتش اوريه لكم. ده بقى بالشوكولاتة، لازم نحل طبعا بعد الحوادق دي. ده بديل النوتيلا، ده مصري. شايفين الحشو عامل ازاي والعيش عامل ازاي، طري ورائع. اعمليها او اعمليه العيش الفينو ده محشي، وسويه وهو محشي واحفظيه عشان يسهل عليكي في المدارس يعني، او اي مكان تحبوا تروحوه، بس هو للمدارس يعني بيبقى ايه سهل وموفر. والوقت قبل ما نقول على المقادير وطريقة التحضير، معاكم ماجدة عبد الرازق مطبخ ماجي وجوجو، ويلا نبدأ. دول 4 كوبايات دقيق، عليهم نص معلقة صغيرة ملح، ونقلبهم مع بعض. بعد كده عندي معلقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية، عندي معلقة كبيرة سكر، ونقلب مع بعض. طبعا الدقيق ده متعدد الاستخدامات ونكون نخلينه. دول 4 معالق دقيق 4 معالق زيت، 4 معالق زيت بمعالق الأكل ومعلقة الأكل اللي بناكل بيها، ونقلب كله مع بعضه بحيث الزيت الدقيق يتشرب الزيت. ركزي يا ماجدة ركزي. وبعد كده جبت كوباية مية دافية، وقلبت بالعجينة بالمعلقة عشان أعجن العجينة. أوكي. لما الاقي العجينة تقلت معايا نستخدم ايدينا بقى. تمام. هقعد احاول اعجن في العجينة. انا خدت كوباية مية دافية في الاول، بعد كده هاخد نص كوباية مية تانية دافية. لما نحط اول كوباية بعد كده ننزل مية لو احتاجنا بالتدريج. وانا خدت برضو معلقة، احتجت معلقة برضو، يعني هما ال4 كوبايات دول اخدوا كوبايتين مية دافية الا شوية يعني. شايفين ما شاء الله العجينة بقت ناعمة تحفة. هحط في الطبق معلقة زيت اللي انا عجنت فيه العجينة، واقلب فيه العجينة كده، واحط على السطح بتاع العجينة كده. بعد كده اغطيها بستريتش واغطيها بفوطة وادخلها مكان دافي علشان تخمر. اوكي. ده شكل العجينة لما خمرت، شايفين ما شاء الله علت ازاي. يلا نديها البوكس بقى البوكس المعتاد، نفضي الهواء منها. طبعا انت تحشي الحشو اللي عندك المتوفر عندك. تمام. ممكن برضو نعمله كده من غير حشو، يعني مش شرط حشو، بس انا عملت عشان اوفر عليكي وقت ومجهود. بعد كده هجيب السطح اللي انا هشتغل عليه، وهحط دقيق، وهقطع العجينة كويرات صغيرة كده على قد مقاس الرغيف اللي انا عاوزاه. اوكي. كده ما شاء الله دول ال4 كوبايات دقيق عملوا لي
حوالي 13 رغيف. هغطيهم بقى بكيس تلاجة. بعد كده هاخد اول رغيف انا قطعته، هجيب صينية ادهنها زيت خفيف. بعد كده هبدأ في اول حشو. انا عندي هنا برجر، وزي ما قلت لكم اي حشو متوفر عندكم اعملوه. انا بديك الفكرة وانت ايه المتوفر عندك اعمليه. بفرد العجينة بايديا كده وبقطع البرجر شرايح. احط قطع في العجينة واقفل عليها. اهم حاجة نقفل على الحشو كويس كده علشان ما يطلعش مني او ما يفتحش مني العيش، وهتنيه زي ما بعمل العيش الفينو العادي. اوكي. واجيب الطرف الاخير ده وهلزق العجين كله مع بعضه واضغط عليه كده بايديا. بعد كده هبرمه زي العيش الفينو، ياخد شكل العيش الفينو. بصراحة ريحة العيش او الخبيز في البيت بتبقى تحفة، ريحة خير كده وبركة. ده لما خلص البرجر، بعد كده هعمل حشوة تانية، هعمل بسطرمة وجبنة رومي مع بعض. برضو نفس الفكرة، هفرد بايديا العجينة وهحط الحشو واقفل. اهم حاجة التقفيل يا امارات علشان الحشو ما يطلعش من العجين او يطلع من الساندوتش. شايفين حشوة البسطرمة والجبنة الرومي؟ بقفل برضو الساندوتش. وابرمه كده ياخد شكل العيش الفينو. واجيب برضو صينية مدهونة احط فيها السندوتشات البسطرمة. ده حشوة البرجر لما خمرت، شايفين ما شاء الله بقى حجمها اتزاد ازاي. هجيب صفار بيضة واحط عليها نسكافيه واقلبهم مع بعض وهدهن بيهم العيش الفينو. طبعا بكون مسخنة الفرن من قبلها على حرارة 200 علشان يبقى سخن وانا بدخل العيش الفينو او انا بخبز العيش الفينو. بعد ما دهنته بصفار البيض هحط هنا سمسم، واحنا عارفين السمسم مغذي طبعا. حطينا السمسم على السندوتشات المحشية برجر وهدخلها الفرن. بعد كده هعمل الحشوة التالتة، هعمل اللي هي جبنة بيضة براميلي. او اي نوع جبنة حشوة، اي نوع جبنة بيضة تعملوها، بتبقى جبنة بيضة مع زيتون، جبنة بيضة مع فلفل اخضر، جبنة بيضة مع زعتر. الجبنة البيضة بتمشي مع كل حاجة. ونقفل الساندوتش كده برضو نحطها في صينية لوحدها برضو. انا حاولت اعمل كل نوع في صينية لوحده عشان ايه ابقى عارفة الحشو. يعني احطه في صينية اهي برضو ده مدهونة دهن خفيف. بعد كده بدهن اللي هو الحشوة التانية اللي هي البسطرمة خمرت اهي، بدهنها برضو بصفار البيض. هنا بقى هحط حبة البركة عشان افرق بين الحشوات. البرجر حطينا له سمسم، هنا البسطرمة حطينا لها حبة البركة. بعد كده هدخلها في الفرن. دي اخر حشوة بقى لازم نحلي. دي بديل النوتيلا، شوكولاتة بديل النوتيلا
اخد جزء كده على المعلقة الصغيرة، ونحشي برضو بالطريقة المعروفة اللي احنا بنحشي بيها. ونقفل، اهم حاجة نقفل كويس عشان الحشو ما يطلعش بره. وانتوا شفتوا الحشو او شفتوا السندوتشات في اول الفيديو. بعد كده هبرمه برضو ياخد شكل الرغيف الفينو، واحطه في الصينية المدهونة بسيط زيت. ده عندي دي حشوة الجبنة، هدهنها برضو بيض. انا بعمل الصينية ولما بتخمر بدهنها بيض، وبعد كده احط عليها سمسم او حبة البركة على بال الصينية التانية ما تجهز. اوكي، احط عليها حبة البركة برضو، وندخلها الفرن. شايفين دي الجبنة، حشوة الجبنة الرومي البسطرمة ما طلعت من الفرن، ريحتها تحفة وطعمها تحفتين. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وصفات سهلة، جربوها تعجبكم ان شاء الله. واول ما تطلع الصينية من الفرن نغطيها بفوطة علشان تفضل الصينية طرية معانا. انا بغطيها اهو عشان العيش الفينو يفضل طري معانا. ودي حشوة البرجر، شايفين لما طلعت برضو شكلها تحفة. ودي اخر صينية بقى اللي هي الحلو بتاعنا اللي كان النهاردة، اللي هو بديل النوتيلا. بدهنها بصفار البيض وادخلها الفرن. طبعا دي مش هحط عليها لا سمسم ولا حبة البركة عشان اعرفها ان دي الحلو بتاع السندوتشات. اوكي، شايفين دي الجبنة البراميل اهي. يا رب السندوتشات تكون عجبتكم وتسهل عليكم الوقت والمجهود. كنت معكم مجد عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. اشوفكم في وصفات تانية جديدة. سيبكم في رعاية الله وامنه.